هنبدأ بقى نظبط ايدينا على الدريكسيون. بصي انا لما مسكت ايديا على الدريكسيون كده لقيت دراعي مفرود اوي، فاللفة كده هتكون صعبة معايا. طب هظبطها ازاي؟ هحط المكان ده في النص يعني. انتي لاحظتي ايه؟ انا اول ما عملت كده جسمي طلع لفين؟ لقدام صح؟ اظبط بقى الظهر قعدتك. جدع، اقرب الظهر على المسافة دي. الفكرة كلها ان السبيس دي هتكسر كوعي، فهتخلي عندي مرونة في لفة الايه؟ الدريكسيون. احنا بنقرب الفكرة ليك عشان تعرفي تظبطي قعدتك بالظبط، فاهم الفكرة؟ طيب تاني خطوة بقى، اتحرك صح؟ لا، تاني خطوة أهم حاجة بقى اللي هو أنا هظبط المراية بتاعتي. هوريكي كده حاجة في المراية وقولي لي هي كده مظبوطة ولا لأ. تمام. كده المراية بالنسبة لي أنا شايفها كده، هل كده هي مظبوطة؟ اعتقد محتاجة تيجي كده سنة عشان مع تشوف جسم العربية. اه جدع شاطرة، يبقى لازم يظهر معايا جسم الإيه؟ العربية. العربية. بصي ظهر قد إيه بقى؟ 10% بالظبط. طب والتلتين لمين؟ للشارع. اللي هي للشارع. الشارع، الحارات. الحارات اللي جنبك. جدع الحارات اللي جنب. طب لو أنا جسم العربية ظهر كده، لا كده قوي يعني كده واخد 50% من حجم المراية، يبقى كده مظبوط معايا، يبقى ده الشكل النهائي بتاعه. تمام. طيب هظبط بقى المراية دي زي المراية التانية، بظبطهم من الكنترول فين؟ بصي من الكنترول ده في عندي هنا حرف ال وحرف الايه؟ الار. طب ال كده يبقى انا اخترت المراية الشمال واظبط زي ما انا عايز، عشان انت لما تيجي مكاني ممكن تلاقي المراية مش مظبوطة، رؤيتي غير رؤيتي. تمام.